ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ صباح الخير، جمعه مباركه عليكم. تعالوا بقى نفطر النهارده مع بعض. رحت جبت سندوتشات فول وطعميه عشان نفسي فيها جدا. بقالي يعني من رمضان وانا ما اكلتش فول وطعميه. طبعا كوبايه الشاي المتينه بتاعتي اللي بحبها، لازم في اليوم كوبايه شاي. ممكن بالليل كمان اخد واحده، بس على حسب يعني، لو عوزت تاني باخد. بس انا لازم اشرب شاي، يعني ما بعرفش ما اشربش شاي. تعالوا بقى نقضي اليوم مع بعض، نعمل بقى الاكل وكده مع بعض النهارده. وبشكركم جدا جدا على تفاعلكم على الفيديو اللي قبل ده، بجد يعني فرحني قوي. ويعني يا رب نفضل كده دايما مع بعض وتفضلوا فرحين. بقالي كتير قوي ما كنتش فول وطعميه. هفطر بقى واجيلكم. الدنيا حر قوي قوي، والحر هجم علينا بطريقه صعبه. انا عملت العجينه، خمرتها عجنتها وخمرتها. نعمل كده حاجه سريعه وسهله بسرعه عشان الواحد بجد بجد مش قادر. انا بسيح يعني انا اشتغل شويه في الاكل، واروح اقعد في التكييف، وبعد كده ارجع تاني اشتغل شويه، وبعد كده اجري اقعد في التكييف. انا اصلا ما بحبش الحر، ما بستحملش الحر ولا بطيئه بصراحه يعني. بس هنعمل ايه؟ والمطبخ صعب جدا 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 في الحر. الدنيا حر فيه قوي قوي. كانت الاول الدنيا حلوه والجو حلو، ولا ساقعه ولا حر، كان الواحد مبسوط والله. انا من الناس اللي لما بتحر بتضايق، ما بعرفش اتاقلم كده، بتخنق. دي عملنا العجينه. بصوا العجينه طريه ازاي. لو عاوزين طريقه العجينه قولوا لي في الكومنتات، وانا اطلع اعملها لكم في فيديو، نعملها مع بعض في فيديو طريقه العجينه. بصوا، اكلتين بحب اكلهم من البيت، بحب اكلهم من بره. ايه بقى؟ احب اكل الكشري المصري من البيت، انا بعمله حلو قوي. وبحب اكل البيتزا من البيت. ده ما يمنعش ان احنا نجيب حاجات من بره، بس برضو ايه، ساعات الواحد بيبقى عاوز ياكل حاجه نضيفه كده، مش حاجه عاكين فيها الناس وكده. انا مره جبت شاورما من بره، لقيت فيها ريش فراخ، قرفت قوي قوي. وانا اصلا يعني من الناس اللي بتقرف من الفراخ، يعني محبهاش. مش بقرف ان انا اكلها، لا، ما بقرف ان هي في تنظيفها، بقرف في الكلام ده. مش بطيء كده يعني. انا بنضفها هنا في البيت بالعافيه، وبقعد بقى اغسل الفراخ مره واتنين. اول مرحله اقوم جايباهم حطهم في الحوض، وحط عليهم ليمون و بتاع ده، حاطه ليمون وحاطه طحينه وسايباهم في ميه. وبعد كده اطلعهم اغسلهم، واشيل الجلد من عليهم. انا اصلا ما بحبش جلد الفراخ، برميه. وبعد كده بعد ما انضفها اقوم غسلاهم خالص وحطهم في ميه تاني بليمون، عشان دايما الفراخ بيبقى ريحتها كده زي زفاره كده، فبتقفل الواحد يعني. بصوا انا بحط حشو ليه قليل، عشان انا ما بحبش الحشو، يعني ما بحبش الحشو قوي، بتضايق منه. وما بحبش الطماطم في الاكل، يعني انا ممكن اتقبل الفلفل، انما الطماطم ما بتقبلهاش في البيتزا بصراحه. بصوا بقى، انا خلصتها كده. هدخل دي الفرن بس تتشمع، واطلع احط الحشو واحط الستريبس، عشان الستريبس مستوي وكريسبي. لو دخل استوى مع البيتزا في الفرن من اولها هينشف اكتر. فاحنا هنحط البيتزا تستوي، تاخد نص سوا كده، ونرجع نحط الحشو.
تعالوا بقى نعمل البيتزا التانية اهو. بصوا العجينه، بصوا الطراوه. وعلى فكره انا مش حاطه فيها لبن ولا حاطه فيها زيت ولا حاطه فيها زبادي. انا معتمده على طريقتي بصراحه. في ناس بتحط عليها زبادي ولبن، انا ما بحطش كده. هي بتبقى غنيه وجميله، بس بيبقى يعني ما عندهمش، ما يعرفوش يعملوا بيتزا. فردناها كده. طبعا انا ببقى دهنه الصينيه زيت اهو. نعملها كده. الزيادات بشيلها عادي اهو اهو. بص بحب اعمل لها حروف كده عشان ما تبقاش ناشفه من الحروف. هديكوا بقى ايه لو طلبتوا مني طريقه البيتزا، هديكوا شويه تكات سر يعني، هتطلع معاكم البيتزا تحفه جدا اهو. حطينا كده. برضو هننزل بالحشو. طماطم قليل دي عشان انا ما بحبهاش. جوزي يقعد يقول لي ايه، طالما انت ما بتحبهاش بتحطي ليه طماطم؟ طب ما انا بحط طماطم عشان انت تاكلها اهو. احط الفلفل. لسه بقى عايزين ننضف تنظيفة العيد، ننضف الشقة. اديني اهو حطيتها. برضو مش هحط اي حاجة غير لما تستوي، عشان انا عندي برضو السجق والكلام ده مستوي، فمش عايزة انشفه اكتر اهو. تعالوا بقى نعمل التالتة دي لابني. اعمل له واحدة على قده كده. ليه بقى بعمل له واحدة لوحده؟ عشان ابني ما بيحبش الخضار خالص، ودي حاجة تعباني. ما بيرضاش ياكل اي حاجة فيها اي خضار، يطلع منها الخضار وياكل البيتزا كده. مش عارفة اعمل ايه بجد في الموضوع ده. يضايقني جدا الموضوع ده، يعني نفسي ياكل خضار وكده. ربنا يهديه. لسه ماشيين على نظام الطيبات بقى ولا ايه؟ في ناس بتمشي على النظام ده بيقولوا عليه حلو بصراحه. انا منعت بصراحه العيش الفينو، يعني انا ما بقيتش باكل عيش فينو، بقيت باكل العيش الحبه الكامله ده توست بجيبه. وبقى كنت منين ما امشي بقى في الشارع الاقي الفرن نفسها بتاعت العيش الفينو عامله العيش الحبه الكامله، يعني بيبيعوه وابتدوا يعملوه. بس انا ريحني، يعني العيش التوست ريحني. كان الاول بطني بتوجعني وقولون وكده، لا ريحني، بقيت ارتاح عليه. دي طبعا احطها تستوي لوحدها. بصوا انا بقى معايا عجينه، انا هعمل لسه واحده تانية، بس هيبقى لو اتبقى معاكي عجينه هتحطيها في الفريزر، هتطلع من الفريزر كانك لسه عاملاها. يعني انا ساعات بعمل كده لابني، ساعات بيطلب مثلا بيتزا ولا حاجه اقوم مطلعها من الفريزر تسيح وتطلع كانك لسه عاملاها حالا. اعمل الصينيه الثالثه الرابعه بقى. وحتى لو اتبقى عندي بيتزا احنا مثلا معموله وما اكلناهاش برضو بحطها في الفريزر. بصوا بحكم ان انا معايا طفل يعني ففي حاجات كتير عرفت، يعني انا اللي كنت الاول ما كنتش اعرفها. يعني في فكره ان انا احط البيتزا في الفريزر معموله، احط العجينه كده كده، الحاجات دي ما كنتش اعرفها. لما بقيت ام بقى وشلت مسؤوليه طفل ابتديت بقى اعرف يعني اهو.
احطها بقى في الصينيه. اشيل الزيادات اهو. بحب اعمل لها حروف. طبعا كل واحد وطريقته، انا دي طريقتي برضو اللي متعوده عليها في عند ماما، هي اللي معلماني ان انا اعمل كده. في حد تاني متعلم بطريقه تانية، كل واحد يعني. في ناس بتحط في العجينه زعتر، وبتحط في الصلصه زعتر. انا ما عندي في البيت ما بيحبوش كده، ما بيحبوش طعم الحاجه فيها حاجه تانية، لا هم عايزين الحاجه الاصليه. زعتر بقى ويغير الطعم والكلام ده مش بيستلطفوا الموضوع ده. فانا بعمل الحاجه اللي احنا بنحبها. اهي دي استوت اهو، خدت نص سوا. هندخل دي بقى الفرن تاخد برضو ايه نص سوا، تتشمع كده. احط بقى حبه جبنه موتزاريلا برضو بصوت، وبعد كده لما تستوي خالص هنحط على الوش. بصوا بقى انا الجبنه الموتزاريلا عندي متلجه. بصوا حاجات بسيطه كده. بعد كده ننزل بقى بالحشو. فراخ اهو، حطينا على الحشو. بصوا الحلاوه والجمال. نحطها بقى ايه تكمل سوا، تكمل سواها اهو. وهي التانية اهي. دي بقى برضو هنحط عليها حتة جبنة موتزاريلا، وننزل بالسجق بتاعنا اهو. احنا بنحبها بالسجق جدا. طبعا سجق بلدي، جينا نطلبها من بره هيجيب لك سجق مستورد مش حلو. طب ليه احنا نجيب الحاجة ونعملها في بيتنا بنظافة وطعم حلو وجودة حلوة، اكل نضيف اهو. نحطها برضو في الفرن تستوي. نطلع بقى بتاعت الصغنن حبيب ماما، الصغنونة دي هو بيحب السجق، اعملها له بالسجق. يا رب يهديه وياكل. بس تعبني قوي قوي في الاكل، مش بياكل خالص. وانا مش عارفه اعمل ايه. كل ما اروح لدكتور يديلي فاتح شهيه، ولا فاتح الشهيه ده بيعمل معاه اي حاجه. هحط له كده فراخ، يا رب بس يهديه كده. بلاش دي اهو. عايز ياكل طول النهار شيبسي، حلويات، حاجات مسكره وخلاص اهي. هوريكم بقى النتيجه في الاخر، هخلص وارجع لكم. بصوا طلعتها من البوتاجاز اهي، استوت. ودي السجق اهي. تعالوا بقى نحطها في الاطباق اهو. نحط التانية. بصوا الطراوه، يعني انا بصوا الحلاوه. تعالوا بقى نقطعها مع بعض. تعالوا ندوق بقى مع بعض. بس هي سخنه جدا. سخنه جمال وحلاوه مفيش بعد كده. بصوا الطراوه، بصوا طريه ازاي، تحفه.
نظافه، انت عاملاها في البيت، عارفه الحاجه اللي حطها ايه، بدل اكل بره ده مش حلو خالص خالص خالص. ما تنسونيش بقى في الشير واللايك والكومنت والاشتراك. باي باي.